خسارة المغرب أمس من فرنسا 2-0 في نصف نهائي كأس العالم. هل خطط الفيفا فعلا لمباراة نهائية بين الأرجنتين وفرنسا؟ تعمل دعاية ورعاية وفلوس أكتر. الحقيقة المؤكدة إن الحكم المكسيكي راموس مش بريء من هزيمة المغرب. التحكيمية مع الخبير التحكيمي الحكم المونديالي السابق كابتن جمال الغندور مع مطالبات كثيرة بوجود ركلة جزاء للمنتخب المغربي خاصة في الشوط. كابتن جمال. كل التحية لكم وللسادة المشاهدين. مباراة نصف النهائي الثاني التي جمعت فرنسا مع المغرب وأدارها الحكم المكسيكي سيزار راموس. المباراة الرابعة لهذا الحكم. هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة، حالتي حدثتا في الشوط الأول. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذوا الحكم في هذه الحالة. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض. نكمل. قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاؤه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة تانية في نفس الشوط وفي نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من أكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل، واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه، نكمل اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيرة في البطولة ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول، والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمة. الحقيقة المؤكدة إن الحكم المكسيكي راموس مش بريء من هزيمة المغرب. الواحد جسمه أشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقة. انتوا فتحتوا لنا باب أمل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين.
كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون. For tonight, sir. We will win. France will win. Fantastic. Thank you. وفي لقطة غريبة حدثت أثناء تسجيل المنتخب الفرنسي للهدف الأول، احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحده بدون أن يشاركه أي شخص آخر هذا الاحتفال، ما يبين رغبة الجميع في أن تنتصر المغرب في هذه المقابلة، ما يبين كذلك حب الكثيرين لهذا المنتخب المغربي الذي خطف قلوب الجميع. باعتبار المغرب مصادقا على اتفاقيات إبراهيم، نرغب في أن نرى الملك أو وزرائه يقدمون الاعتذار. يجب القول بأن هنالك روابط ثقافية واقتصادية واتفاقيات لترميم المقابر وإعادة إحياء اليهودية في المغرب. هناك تاريخ تعاد كتابته من جديد. قد انتقدت قناة ديفيلت الألمانية المعروفة في تقرير قصير لها ما سمته بالفضيحة بسبب رفع اللاعبين السبابة، وذكرت أن مقاتلي داعش كانوا يقومون بهذه الحركة. خسارة المغرب أمس من فرنسا 2-0 في نصف نهائي كأس العالم. هل خطط الفيفا فعلا لمباراة نهائية بين الأرجنتين وفرنسا تعمل دعاية ورعاية وفلوس أكتر؟ الحقيقة المؤكدة إن الحكم المكسيكي راموس مش بريء من هزيمة المغرب. تفتكروا معايا بهدوء كده، من 3 أيام قلت لكم إن اللي هيدير مباراة المغرب وفرنسا الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، وتفتكروا إن اليوم اللي بعده قلت لكم إن الحكم اتغير وجابوا راموس المكسيكي اللي لسه لاعب في دور ال16 ماتش البرتغال وسويسرا. الله، التغيير ده كان سببه ايه؟ كل واحد بقى يجاوب. وعاش المغرب، عاش 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 المغرب، عاش عاش. ومنودي احلى تحيه للمغرب من الحريه، فرقه الدبكه الشعبيه. وعاش المغرب، عاش 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 المغرب، عاش عاش. ويا مغربي لا تهتم وشبابك شري بالدم، بكره فرنسا بتندم. وعاش المغرب، عاش 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 المغرب، عاش عاش. يابا عاش المغرب، عاش 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 المغرب، عاش عاش. أنا فرحان وشمتان، إذا بدكم شمتان ومكتر، مش محبة بالأرجنتين، لا لا، لكن شماتة بمنتخب فرنسا. هو هاد يلي عملوا اللعبة، السياسيين يلي طلعونا منتخب المغرب برا، أقصوه بطريقة يعني طبخوا السم وأكلوا منه اليوم. والله يعني منتخب المغرب يلي شرف كل عربي، يلي قال أنا فخر العرب وفخر المغرب، أمازيغ وعرب، تحياتي لأنه أنا بشرفني ألبس اليوم الكاسكيت المغربي والتيشيرت المغربي. اليوم أنا فرحتي ما بعطيها لحدا، بس بخسارة منتخب فرنسا، وليس حبابة بالأرجنتين، لا والله العظيم. لك أبوس رب الله اللي خلق المغرب ومنتخب المغرب، وإن غدا لناظره قريب. قلت لي فرنسا فرنسا يا عيني. ان شاء الله يا جماعه المكسب للارجنتين، عشان فرنسا زعلت المغرب واحنا ما بنرضاش لايتها دوله تزعل المغرب. الارجنتين اللي تاخد كاس العالم ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. الارجنتين خدت الكاس، الفرنسيين ومشجعينهم دي يبلوها في اعشاب الصحراء المغربيه، ومش هقول لكم تحطوها فين، هيقولوا لكم في الكومنتات. شجعوا النادي، قول ان شاء الله، قول ان شاء الله. يلا يلا
يلا يلا قول ان شاء الله ونصر ولاد بلادي. يلا يلا وتبارك الله على الفارق الوطني. يلا يلا قول ان شاء الله ونصر ولاد بلادي. يلا يلا وتبارك الله على الفارق الوطني. شوفوا شوفوهم الوطنية خضرا وحمرا هي ملاعب قطرية. جيبوا الطبل والنفار يلا صغار كبار دقوا في دار بدار. لقجع جامعة الماء يلا هرق راقي فرح الدراري وبونو تما حارس المرمى حكيمي خطير لاعب كبير زياش معلم لا ما نتكلم. يلا يلا قول ان شاء الله نصر ولاد بلادي. يلا يلا وتبارك الله على الفارق الوطني. شوفوا شوفوهم خضرا وحمرا هي ملاعب قطرية. جيبوا الطبل والنفار يلا صغار كبار دقوا في دار بدار. فرحة مغربية وملعب داخل للمونديال بطولة الأرض أحرار كأس العالم قطر. جوي 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 لمغوكان جوي مرابط سفيان سبع في الميدان نصيري وحدو قاهر العدو وناري بوفال بطل الأبطال. زلزولي هو جيرة فيا قوة سايس لعاب كله ألقاب. يلا يلا قول إن شاء الله نصر ولاد بلادي. يلا يلا وتبارك الله على الفارق الوطني. شوفوا شوفوهم الوطنية خضرا وحمرا هي ملاعب قطرية. وجيبوا الطبل والنفار يلا صغار كبار دقوا في دار بدار. فرحة مغربية وملعب داخل للمونديال بطولة الأرض أحرار. جوي 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 جوي.